سعد هو الصغير؟ الصغير في الأولاد. هو درس إلى وين؟ الثانوية؟ اي نعم. وما كمل؟ ما كمل. أنت مزوجه وهو طالب؟ نعم. لا بعد تعيين في إدارة التعليم. تعيين في إدارة التعليم عن صفة إنه يعني زي ما تقول مستخدم. نعم. وكان جاء الوظيفة على الدعاء العام. لا يوم هو بالتعليم مستخدم كان راتبه على 1500 كذا؟ اي نعم. وين يشتغل؟ أنت بالطايف ساكن؟ نعم. ويداوم وين هو؟ يداوم في إدارة التعليم أول شيء. في الطايف؟ نعم. كم جلس يداوم بالطايف؟ والله يمكن حوالي سنتين كذا. بهالوقت تزوج ولا بعد؟ نعم. على طول أول ما اشتغل؟ نعم على طول ما اشتغل تجوز. أنت مسكنه ببيتك معك؟ نعم. أنت عندك دورين؟ نعم. بس ما عنده إلا هالشغلة 1500. نعم. ما في شغل ثاني؟ ما في شغل ثاني. كان يعني راعي شلل يروح يجي؟ أبد. ما انكرت على شيء يمكن أبد مرة. لو انكرت على شيء كان من أول شيء إن بادرنا المسألة، لكن والله ما شفت أنا. يعني لا شفت الناس معه، لا شفت الناس يجتمع معهم، لا شفت الناس يراودونه هو أبد. كان يوم زواجه كان مبسوط؟ والله مبسوط في نعمة 60 نعمة. لا يعني هو المرة كانوا على وفاق ومبسوط ما عنده مشاكل؟ نعم. وعيال كم له من العيال؟ 2. ولد وبنت؟ ولد وبنت. كم عمره ولده الكبير؟ الولد 3 سنوات. والبنت؟ البنت 5 سنوات. كان يروح بهم يجيبهم يشيلهم؟ يروح يجيبهم ويروح مكة ويروح ياخذ عمره، وبعدين يعني باستمرار كذا يعني متفقين سوا لا يروح ولا يجي. طيب ما شفت عليه مثلا ضيقة صدر؟ والله ما شفت. وانت عايش معه بنفس البيت؟ نعم والله ما شفت هذا. بس هو ترك الشغل، قلت انت انه ترك. نعم. الحين هو نقل من التعليم راح للادعاء. برضه مستخدم. قدم في الديوان. نعم قدم في الديوان وجاء اسمه في شو اسمه. ديوان ايش؟ ديوان الوظيفة. الخدمة المدنية. ايوه. وقدموا ووظفوه بالادعاء العام. ايوه نعم. في مكة. في المرتبة الخامسة. في مكة. نعم. صار يروح ويجي؟ نعم. طيب كم قعد وهو يروح ويجي؟ والله يمكن قعد حوالي 3 سنوات أو 4 سنوات كذا. ايه ما كان ينام يبات في مكة يقعد؟ يجي عندك؟ يجي عندي باستمرار عند عياله وفي بيته شقة عنده. علاقته باخوانه شلون؟ والله تمام. الكبير ايهم بندر؟ نعم. بندر وش يسوي؟ عسكري. والثاني منه؟ والثاني في مستشفى الملك عبد العزيز. والثالث هذا اللي معي الحين ايش اسمه ده في الجيش. بدر. نعم. وهو زين مع اخوانه؟ وزين معك؟ والله تمام. اني لا شفت له اي. امه حيه؟ نعم. ايه. وامه كيف؟ علاقته بامه زين؟ بار فيها؟ نعم. وشلون هي؟ كان حتى يصوم الاثنين والخميس والثلاث البيض، يعني رجل من و5 سنوات يحج، لكن لا ادري جاله. بس أنت ما شفت عليه أحد إنه يروح لحد؟ والله ما شفت شيء. طيب قبل ما تصير عملية هذه مسجد نجران ولا شيء طرح عليه معقولة؟ والله ما شيء. غاب يوم الأحد وبلغت عنه المباحث، بلغت الشرطة يوم الاثنين في الصباح. وش اللي خلاك تبلغ؟ يعني يمكن انه غايب، يمكن عنده شغل. انا بعطيك صفة. ايش اللي جالك يعني الواحد مثلا ولده يمكن غايب راح مبر. انا بعطيك سرعة. دقوت عليه قال انا حصلت لي ركاب اروح بهم مكة. عنده سيارة وش هي؟ سيارة خصوصي. اي نعم. قال بروح لقيت لي ركاب بروح بهم مكة. قعدنا للساعة 11 بالليل. دقوت عليه، لا في النهار. دقوت عليه ولا ما خلاص قفل الجوال. والله قلت ابغى انتظر الليل وشوف كيف. خفت انت؟ ايوه خفت حادث لما قفل، قلت يمكن صار على حادث، وبعدين انا ما بلغت وقلت يا اخي هذا رجل يقول لقيت له ركاب بروح بهم مكة. الركاب هذول ما ادري صاحين ولا مجانين. قلت كذا بالعربي. قال طيب قول كذاب. قلت والله ما ادري هو كذاب ولا الله حفظه. لا بس اصبر قبل ما تروح. الان يوم انه سكر الجوال 11 الصباح قعدت الى متى وانت؟ انا قعدت له في الليل. تعرف في الليل صلاة العشاء نمت. في الصباح اصبح الاثنين. رحت بلغت. كلمت؟
بلغت. لا كلمته لقيته ما يرد. ما رد. وين بلغت؟ بلغت في المباحث. وراك رحت ورا ما رحت للشرطة للإسعاف؟ وش اللي يخليك تروح لأنك تحس إنه مثلا المباحث جهة أمنية لهالنوع من المشكلة؟ ما فكرت مثلا تروح للإسعاف تكلم الشرطة؟ ما فكرت في هذا الكلام، فكرت إني أبلغ المباحث لحذا يعني سبحان الله. استحسيت أنت؟ لا والله إلا كذا، بس شعوري قالت كذا إني أبلغ المباحث وأبلغ الشرطة كلها سواء. إيه بلغت كلها. وش قالوا لك؟ جيت في المباحث ما بلغت، ما لقيت يعني واحد زي ما تقول مسؤول، لقيت أعطوني تلفون بلغت بالتلفون هذا. إيه. فالأخير قال أقول لك روح بلغ الشرطة. قلت له طيب أي الشرطة؟ الإدارة العامة أو مركز؟ قال أي مركز قريب منك. أي مركز. رحت النزهة، حصلت لي واحد الله يغفر لنا، حصلته ما تبلغ صح، قاعد الله حفظه قاعد ياكل وسيبني ولا عليه. إذا نعم. فيا ابويا اتق الله في نفسك، حتى منها معي واحد منه هذا بدر والله يبغى يوقف بهذا الكلام، يحن قال لي يا اخي طيب نحن فاقدين اخونا وبعدين انا نبي نبلغ عنه وانت قاعد يعني ترجى. في من ترجى؟ بعدين قال للعسكري خذوا وقفوا مدري ايش، تركنا هذا الكلام. ايش قمت انا خشيت عليه قلت ابن حلال طريقه كذا وطريقتي كذا وطريقتي كذا، وانا رحت مباحث وقال له روح الشرطه، المفروض انت تتقبل منا سرعه في هذا الكلام. اي صحيح. نعم. فهذا بلغنا في يوم الاثنين في الصباح، وهو غايب يوم الاحد. غايب يوم الاحد في